فوق أهو، وطبعًا ده إحنا اتكلمنا فيه قبل كده، وقُلنا اتكلمنا على إيه في الشريط ده؟ يعني حد فاكر كده، حد يقول لي منكم؟ أيوه، الله يفتح عليكم، اتكلمنا عن الhome، كل حاجة تخُص الhome، تمام؟ كل حاجة في الشريط اللي قدّامك ديّة، يعني مثلًا الhome جواها مهام، الinsert اللي هي جنبها ديّة جواها مهام، تمام؟ كل واحدة من الشريط اللي فوق ده جواها مهام، فإحنا خلّصنا home، خدناها سريعًا، سريعًا كده. طب جميل أوي، أنا دلوقتي في حد سألني، قال لي دلوقتي فلنفترض اللي أنا كتبت وقعدت ضبّطت الدنيا والدنيا جميلة، أنا عايز أحفظ الكلام دوّة، بس أحفظه عندي PDF مش Word، يعني أنا دلوقتي عايز الملف بتاعي يبقى PDF، أعمله إزاي؟ بكل بساطة عندك قايمة اسمها file في الأول خالص، الشريط اللي إحنا متكلمين عليه من ساعتها، مش إحنا خدنا home صح؟ في قبل home ديّة هناخد حاجة دلوقتي اسمها file، مش هنطوّل فيها لإن هي يعني بقية الحاجات هاقولها لكم باختصار كده وإحنا شغالين. دلوقتي نركّز بس إزاي نحوّل الكلام دوّة لPDF. أول ما هاتَّك على file أول ما هاتَّك على file اللي أنا لسه معلّم عليها، إيه اللي هيحصل؟ هيظهر لي القايمة اللي قدّامكم ديّة أو الشكل اللي قدّامكم ده. طب حلو أوي. طب بعد كده أعمل إيه بقى؟ بكل بساطة هتلاقي حاجة تحت، شايف close اللي تحت ديّة اللي هي إغلاق، إنك تغلق الملف؟ لأ، اللي فوقها بقى اسمها export أهي، هاعمل لك عليها دايرة، هي مش شرط بالترتيب، أنت ممكن تلاقيها فوق شوية، تحت شوية، عشان ما تجيش تبُص لي بالترتيب، أنت فاهم الموضوع؟ المهم اللي أنت تدخل على file إن شاء الله تلاقيها، هي اسمها إيه، export. جميل أوي. مالها ديّة؟ أول ما هتتَّك عليها، فتعالَ كده نتَّك عليها سوا، أهو، هاتَّك على export، إيه اللي حصل؟ بيقول لي create، لإن طبعًا هنا بيقول لي أهوّة create PDF، أنا هاحوّلها لك PDF، هاقول له ماشي يا عم create PDF، هاتَّك على create، استنوا أمّا أعمل لكم عليها رسمة عشان ناخد بالنا، أهي، بيقول لي أهوّة اللي أنا create PDF، هاقول له ماشي، أقوم متَّك على create ده أهي. هاتَّك على إيه، على create ده اللي أنا عملت لك عليها دايرة، أول ما هتتَّك عليها هيتحوّل لك PDF، تيجوا كده نتَّك عليها سوا، أهي، أهو، هو ده اللي حصل، بيقول لي بقى أنت عايز تحفظ، هيفتح لك القايمة ديّة قدّامك، القايمة ديّة بقى أنت من هنا أهو بيقول لك file name، يعني إيه file name؟ file name يعني اسم الملف بتاعك. تمام، عايز تسميه بإيه، فأنت بقى غيّر الاسم براحتك، اتّك عليه بالماوس وغيّر الاسم براحتك، هتلاقي تحتها اللي هي save as type اللي هو النوع بتاع الحفظ، هتلاقيه كاتب لك PDF، تمام، تمام، بس كده، أنا كده المفروض اللي أنا خلّصت، بتشوف المكان اللي أنت هتحفظ فيه الملف ده، أنت والله عايزه يبقى في الديسكتوب، اتّك على الديسكتوب، أنت والله لأ أنا عايز أحفظه في الdownload، أنا عايز أحفظه في حتّة معيّنة، احفظه بقى في الحتّة اللي أنت عايزها، مش هتفرق، تمام، علشان بس تبقى فاهم أنت لمّا تيجي تعوز تروح للملف دوّة هتلاقيه فين، اللي أنت حوّلته لPDF، بس كده بكل بساطة، هتّك في الآخر بقى خلاص كده على publish اللي هي موجودة أهيّة، أول بقى ما هاتّك على publish خلاص الملف اتحفظ، وبارك الله فيما رزق، بس كده يا عم، موضوع بسيط ما فيهوش أي حاجة يعني، سهلة جدًا. طب جميل، إحنا دلوقتي عايزين بقى نتكلّم على شوية حاجات في قايمة file، بس أنا عايز أنجزها لك على طول، يعني أنت مثلًا وإحنا فاتحين قايمة file دي دلوقتي أهي، قايمة file دي، كان موجود فيها save وsave as وما أعرفش إيه، إحنا دلوقتي عايزين إحنا دلوقتي فلنفترض أنا كتبت الجملة دي، تمام، خلّيك بس معايا، فلنفترض إيه كتبت الجملة دي، وهاكتب جملة تانية تحتها، زوّدت عليها جملة أهي تحتها. جميل كده، لو جيت أخرج من الملف ممكن ما يحفظليش الحتّة دي، أو ممكن الكهربا تقطع، أو ممكن اللابتوب الشاحن يفصل، فيقوم خارج مرّة واحدة ما يحفظليش الكلام اللي أنا باعمله. طب أعمل إيه؟ كل شوية بقى أروح لقايمة file وأتَّك save وأحفظ ما أعرفش لأ، أُمّال تعمل إيه؟ control S، ده اختصار، يبقى الاختصار هيبقى إيه؟
كنترول اس، فده يحفظ لك الحاجه اول باول. فكل بقى ما تيجي تعمل جمله زياده، هكتب جمله زياده اهي، هكتب جمله زياده اهي، احفظها. زرارين مع بعض، كنترول مع حرف الاس سوا. انت فاهم الفكره؟ بحيث بقى مش هي كل حاجه هنقولها ليها الاختصار بتاعها، وممكن ادخل بقى في القوائم، ادخل مثلا من فايل واختار سيف وما اعرفش، لا. انا مش عايزك بقى تقعد فتره طويله. الاختصارات ديت هتسهل عليك جدا. وانا عايز افهمكم حاجه سريعا سريعا. انتوا الاختصارات هي معظمها شبه بعض. يعني ازاي شبه بعض؟ فهمني كده سريعا. طبعا انا الحاجات ديت المفروض احنا كلنا عارفينها، بس انا بنعمل ريفرش سريع. الاختصارات بتبقى جايه منين يا شباب؟ يعني حد يقول لي كده. انا كده كده في اغلب الاختصارات بتك على زرار كنترول. تمام. بتك على زرار ايه؟ كنترول، اللي هو ده، كنترول. جميل قوي في اغلب الاختصارات. واي كلمه تانية بقى بشوف اول حرف من اسمها بيبدا ايه. يعني مثلا حفظ، احفظ الملف ده اللي هي بالانجلش اللي هي اسمها ايه؟ سيف. صح. اول حرف منها ايه؟ اللي هي الاس. صح. يبقى زائد الاس. يبقى انا هتك على كنترول مع حرف الاس. انت فاهم حاجه؟ نفس الفكره في الاختصارات برضو اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. هتك برضو مثلا، فلنفترض هفكركم سريعا. نسخ. يعني ايه نسخ؟ يعني كوبي. صح. نفس الموضوع. هتك كنترول. تمام. زائد حرف الايه بقى؟ هو نسخ ديت يعني ايه بالانجلش؟ يعني كوبي. جميل قوي. بتبدا بحرف السي يعني. تبدا بحرف السي، ايوه، يبقى كنترول سي. تمام كده. الموضوع بسيط، الموضوع سهل، ما فيهوش حاجه. انا بس بفهمك فكره الاختصارات، ومع التعود انت الاختصارات ديت هتبقى تافهه جدا بالنسبه لك. عمال بتعمل ابحاث، ودخلت عملت رساله ماجستير ورساله دكتوراه وخطابات لشركات معينه، ومذكرات في دروس واللي ومش عايز تحفظ الاختصارات على الاقل. الحاجات الاساسيه انا بس بديك خلفيه اللي هي مش حفظ، مش هتقعد تحفظ الاختصارات. انت بس تجربه مره في اتنين في ثلاثه، الموضوع بسيط جدا. هتلاقي كل حاجه ثبتت